مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناتنا في كل مكان. وقبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو، ولا نبخل عليكم بأي جديد كما عودناكم إن شاء الله. إلى متابعينا الكرام، إليكم سلم ترتيب البطولة الوطنية الجزائرية الدرجة الأولى بعد انتهاء الجولة الثانية. لحد الآن ما زال فريق مستقبل أرويسات يتصدر ترتيب الدوري الجزائري الممتاز هذا الموسم بعد فوزين. أولمبيك أكبو في المركز الثاني ب6 نقاط مناصفة مع فريق مستقبل أرويسات. أما اتحاد خنشلة حاليا في المركز الثالث ب4 نقاط. أما الفرق الكبيرة لحد الآن تحتل المراكز الوسطى في سلم ترتيب الدوري الجزائري: شباب الوستاد في المركز الخامس، ومولودية وهران في المركز السابع، وفاق سطيف في المركز الثامن، وشبيبة القبائل في المركز الثاني عشر، وهي التي لعبت مباراة واحدة لحد الآن. أما فريق مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بنقطة واحدة في المركز الثالث عشر والرابع عشر. مولودية الجزائر واتحاد العاصمة لعب بدورهما مباراة واحدة تعادل من خلالها، وهي الدربي الجزائري الذي لعب البارحة. أما فيما يخص المراتب الأخيرة في الدوري الجزائري الممتاز، لحد الآن نجم بن عكنون يحتل المركز ال15 بعد تعادله مع فريق شبيبة القبائل، ومولودية البيض بدورها تحتل المركز الأخير. إذا متابعينا الكرام، هذا هو سلم ترتيب الدوري الجزائري لحد الآن بعد نهاية الجولة الثانية. لحد الآن مستقبل أرويسات يخلق الاستثناء ويقدم مباريات كبيرة، ويحتل لحد الآن المركز الأول في الدوري الجزائري الممتاز. في الأخير أحبابنا في الله، إن أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناتنا فما عليكم سوى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك الفيديو، ولا نبخل عليكم بأي جديد. قناة أرباتو، موطن الأخبار الحصرية. سلام.